السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأول أسبوع في مبادرة حبي نفسك وافهميها. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الأسبوع ده في التدريبات العملية. إحنا بنسمع كتير وبنشوف محاضرات كتير وبنشوف فيديوهات كتير، بس كلنا بنقول إزاي أطبق اللي أنا بسمعه ده. فأنا إن شاء الله في المبادرة دي هشتغل معاكي عملي، بس انت كده في الأول عاوزاكي إن انت تستعيني بالله سبحانه وتعالى وتتوكلي عليه وتؤمني بالتغيير. انت لو كنت مؤمنة انك هتتغيري وتغيري افكارك ان شاء الله هتكوني احسن واحسن. في البداية كده حابة ان انا اقول لك دعاء وعايزاكي تحفظيه، وصدقيني الدعاء ده يعني هيكون زي السحر، بس انت اهم حاجة تكوني مؤمنة بيه وعندك يقين في الله كده وانت بتقوليه. الدعاء هو اللهم دبر لي امري فانني لا احسن التدبير. ولو حبيتي انك تسمي الموضوع فقولي اللهم دبر لي امر هذه المبادره او هذا التغيير فانني لا احسن التدبير. انت كده رميتي كل حملك وتكالك على الله سبحانه وتعالى. فاهم حاجه لازم تكوني عارفاها ان انت تؤمني ان شاء الله ان انت هتتغيري، وان انت ما عليك الا السعي وربنا عليه التوفيق. دي اهم حاجه عاوزين نتفق عليها في البدايه كده. تعالوا يلا نقول اول تدريب احنا هنشتغل عليه. التدريب ده هو تمرين التنفس. بصوا، قبل ما اشرح لكم تدريب التنفس او تمرين التنفس انتوا لازم تكونوا فاهمين هو اصلا فايدته ايه. تمرين التنفس في ناس كتيره بتستصعبه او بيقولوا يا ستي هو هيفيدنا في ايه او كده، يعني من خلال الجلسات بلاقي ناس ان هي مش حابه ان هي تعمله. بس لازم تكونوا فاهمين ان تمرين التنفس هيساعدك في ان انت تسترخي، ذهنك يصفى من الافكار. مع الاستمرار هتلاقي نفسك وقت الغضب بقيتي بتاخدي نفس، وقت التوتر هتاخدي نفس، لو انت مش عارفه تتكلمي كويس بتاخدي نفس. بس ده محتاج مننا صبر وتدريب، صبر وتدريب. لو انتوا جعلتوه في حياتكم كده من عاداتكم اليوميه هتلاقوا نفسكم على المدى الطويل قادرين ان انتوا بتتنفسوا كويس، قادرين ان انتوا تتحكموا في اعصابكم. وقت لما تكونوا متوترين او خايفين تعملوا تمرين التنفس وبتحسوا بالهدوء وبالراحه. فانا محتاجه منكم ان انتم يعني ايه تبداوا معايا وتعملوا التمرين، وان شاء الله هنزل لكم فيديو كنت انا عاملاه لتمرين التنفس مخصوص، هنزله لكم في الجروب اللي احنا متفقين عليه. كمان هسيب لكم، ممكن اسيب لكم الرابط في التعليقات او في صندوق الوصف علشان تقدروا ان انتوا تعملوا. انا بقى انا بصور لكم بره علشان يعني احنا مفيش حاجه تهزمنا، علشان خاطر يكون في هدوء، علشان اكون لوحدي برضو. شفتوا يعني احنا كلنا امهات وكلنا عندنا اولاد وبنبقى محتاجين اننا نفصل منهم شويه، فانا بخرج بره البيت علشان اعرف ان انا اسجل لكم الفيديوهات. فسامحوني بقى لو كانت الكاميرا مش متظبطه او يعني في شايفين انتوا ايه يعني عربيات رايحه جايه، فيعني احنا مع بعض المهم يوصلكم الهدف. تمرين التنفس ده ايه؟ تمرين التنفس هو انك بتاخدي نفس من انفك وبتحبسيه جوه صدرك وبعد كده بتخرجيه بطريقه الدفع، علشان كده تحسي وتستشعري قيمه النفس. انتوا عارفين احنا كلنا بنتنفس غلط، يعني التنفس عندنا مش مظبوط. عارفين كده البيبي وهو صغنون كده لما بيبقى نايم كده، عارفين شايفين صدره طالع نازل كده، هو ده المفروض النفس يكون كده. فاحنا يعني غالبيه الوقت تنفسنا مش سليم، او ممكن ناخد نفس من الفم، وده طبعا غلط جدا. انا محتاجه منك ان انت تعملي تمرين التنفس 3 مرات بعد كل صلاه. بصوا، احنا هنربط كل اعمالنا بالصلاه، لان احنا عارفين ان اهم حاجه في حياتنا هي الصلاه، واول حاجه هنتحاسب عليها هي الصلاه. احنا في اي طريق تغيير لازم نستعين فيه بالله ونظبط علاقتنا بربنا. فاحنا هنعمل تمرين التنفس 3 مرات بعد كل صلاه. طيب انا محتاجه كده 15 مره، طب افرضي عملتي 10 حلو زي الفل مفيش مشكله، عملتي 5 المهم ان انت تعملي. يعني عاوزاكي يبقى ده روتين في يومك، والله ما هياخد منك وقت خالص، مش هياخد منك يعني كام دقيقه. فشوفي انت بتضيعي كام دقيقه في يومك، فاستعيني بالله كده وهتعملي التدريب ده. زي ما اتفقنا التدريب هينزل على الجروب، او الفيديو بقى هيبقى على الجروب، وبتشتغلي طول الاسبوع. يعني التدريب يبدا او الفيديو ده هينزل يوم السبت، تفضلي تشتغلي لغايه او الجمعه بالليل، ممكن انزله الجمعه بالليل. تفضلي تشتغلي التدريب بتاع التنفس ده من السبت للخميس، ويوم الخميس هنفتح الجروب ونتكلم مع بعض ونشوف ايه التغييرات اللي حصلت في حياتنا. طب هنعمل التمرين التنفس بس؟ لا، احنا عايزين نقرب من ربنا اكتر. تدريب التنفس و100 استغفار في اليوم، ده يكونوا ثابتين، يعني هتعمليهم قبل ما تنامي، اول ما تصحي من النوم، في وقت كده فاضيه تعمليهم وانت بتغسلي المواعين، اي حاجه.
فالاستغفار مهم جدا جدا. 100 استغفار في اليوم، زودتي يبقى ممتاز، قللتي لا هنزعل من بعض. فخلينا كده احنا نعمل ال 100 استغفار علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقنا ويفتح علينا في المبادره دي ونتغير ونكون احسن. يبقى كده خلاص احنا اتفقنا مع بعض، احنا مفيش حاجه توقفنا بقى، احنا طالما بدانا ونوينا واستعنا بالله هنشتغل وهنكون احسن وهنشجع بعض وهنتكلم مع بعض ونشوف ايه الحاجات اللي بتعيقنا يوم الخميس بقى في اخر الاسبوع ونقول حلها ان شاء الله. تمام، ان شاء الله يا رب كلكم تستفيدوا من الفيديو ده ويكون بفايده ويكون في ميزان حسناتنا ويكون بدايه للتغيير في حياتنا ان شاء الله. انا بتكلم معاكم من القلب واتمنى يكون كلامي وصل للقلب ويا رب كلكم تستفيدوا. اتمنى لو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير للفيديو ده ولايك كمان علشان ينتشر لناس كتير وتساعدوا ستات كتير او بنات كتير محتاجين ان هم يغيروا من افكارهم، لان الافكار هي مشكلتنا اللي بتوقعنا في كل الامراض النفسيه او الضغوطات النفسيه. وسامحوني بقى ان اضاءه الفيديو مش متظبطه، يعني انا بخطف لكم كده يعني وقت علشان خاطر اعمل لكم الفيديوهات دي، فيا رب تستفيدوا منها وبالتوفيق لينا كلنا ان شاء الله. كنت معكم ريهام حسن، اخصائي ارشاد نفسي واسري وتعديل سلوك للمراهقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.